حسام حسن مدير فني منتخب مصر. انا رأيي في النقطة دي واضح من اول اخفاق لمنتخب مصر، من قبل اصلا البطولة دي. قلت حسام حسن لازم دوره يكون متواجد حاليا مع منتخب مصر من الفترة اللي كان انت محتاج فيها مدرب وطني بعد كيروش، حتى رغم ان كيروش كان من العناصر المهمة جدا، لكن خلاص قررت تجيب مدرب وطني، فكنت شايف حسام حسن الاقدر من ايهاب جلال. طيب، هل مع وجود اسماء زي هيرفي رينار، زي فايلر، زي اسماء تانية زي كيروش حتى، هل حسام حسن اعلى من الاسماء دي او اعلى من اسماء تانية كفنيا؟ لا. طب اعلى منهم انجازات؟ لا. طب اعلى منهم سي في؟ لا. طب ليه اخترت حسام حسن؟ حسام حسن الوضع فيه مش قصة الافضل ولا مش الافضل. انت حاليا بتشوف انت ناقصك ايه وبتكمله. يعني انت هل في الوقت الحالي انت محتاج مدرب وصل لانجازات كبيرة، ومدرب فنيا عالي جدا، لكن مدرب ملوش شخصية، او مدرب روح عنده مش عالية، او مدرب حتى ميت على مستوى العزيمة والروح؟ زي ما انا شايف رو فيتورا كان من المدربين اللي هم مش بيدوا روح كويسة للعيبة، مش من المدربين اللي هو الايه الاجريسيف شوية على اللعيبة ويخلي اللعيبة تطلع اكتر مما عندها. الكلام ده مش موجود في حسام حسن، بالعكس حسام حسن الروح كلها موجودة مع حسام حسن كلاعب وبالتالي كمدرب. طيب، انت محتاج دلوقتي لازما مدرب خد افريقيا مع زامبيا مع كوتوفوار وغيرها، انا بتكلم على هيفري نار؟ لا، مش لازم. طب ليه مش لازم؟ انا هجيبها لك بامثله واشرح لك. بيب جوارديولا في 2008 لما مسك برشلونه بعد ريكارد، هل بيب جوارديولا مسك منتخبات او انديه قبل برشلونه؟ لا، ما مسكش فريق اول. طب عمل ايه لما جه برشلونه 2009؟ بعدها بموسم خد السداسيه التاريخيه. يا عم ده كان معاه جافي، وكان معاه انيستا، وكان معاه ميسي، وكان معاه كان معاه كتيبة. طيب، هل هو الكتيبة اللي معاه دي كانت جاية بأسماء تقيلة؟ لا، كان معظمها كان جاي من لمسية وطوره. بقى عندك ميسي كلاعب وينجر ناحية اليمين، وانت او بيب جوارديولا غير مركزه في ماتش مهم جدا ضد ريال مدريد. قالوا انا محتاجك يا ميسي في مركز غير مركزك، هتلعب بيها تلعب شادو سترايكر، هخلي الجناحات هي السنتر فيرود عندي هما الجناحات، وانت اللي هتوصلهم وتستلم الكرة ما بين قلوب الدفاع وما بين المنطقة اللي هي ميتة، ما بين قلوب الدفاع وبين لعبة وسط الملعب، وانت عندك القدرة في كده. طب ايه اللي حصل؟ كسب ريال مدريد بنتيجة تاريخية 6-2. دي بصمات قويه جدا، مدرب ما سبقش ليه ان هو اللي يمسك فريق اصلا. طيب، ده يا عم دوري ابطال قلنا ممكن الاسماء برضو خلاص، وهو بعد كده مش هيعرف يطور. راح بايرن ميونخ، ما خدش دوري ابطال اوروبا، ايوه اتعلم بايرن ميونخ، ما خدش دوري ابطال اوروبا. لكن هل بايرن ميونخ اتغيرت مع بيب جوارديولا رغم انها كانت صاحبه الثلاثيه الداخليه مع هينكس؟ طورت مع بيب جوارديولا جدا. والناس اللي كانت بتتفرج على بايرن ميونخ الفتره دي تعرف ان الكره ممتعه كانت مع بايرن ميونخ في الوقت ده. وخسارة من ريال مدريد ناس شايفة فيها برضه حاجات ظلم تحكيمي، لكن في جميع الأحوال فبيب جوارديولا غير في كواليتي اللعيبة على مستوى بايرن ميونخ في الوقت ده. وصلت مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مش هيبقى عادي، صعب بالنسبة لك، مش هتعرف تكسبه، حول دوري مراكز الشباب. وخد أخيرا مع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا، وهو حاليا من العناصر المهمة جدا، أو البطل المصنف اللي هو ياخد البطولة التانية على التوالي. ده كان مع بيب جوارديولا كمثال. طب سيبك خالص من الأجنبي، لأن في عقدة خواجة. هكلمك دلوقتي عن مدرب وطني منتخب مصر برضه، حسن شحاتة. قبل ما يجي المنتخب ايه اللي حصل؟ كان في 2004 انت كان معاك مدرب وطني محسن صالح، خسرت من دور مجموعات وطلعت من الجزائر كوتوفوار صعدوا مكانك. قررت تجيب مدرب اجنبي، طبعا التسلسل النمط اللي احنا خلاص حفظناه مع اتحاد الكوره، مدرب مصري مدرب اجنبي مصري اجنبي وهكذا، حتى لحد دلوقتي هم ماشيين بنفس النظام. جه طردلي، فشل مع المنتخب اداء كارثي. بعد كده جه كابتن حسن شحاته المعلم، طلع كاميرون من كاس العالم وصعد مكانها كوتوبار، كان هو من الاسباب دي. وبطولة 2006 على ملعبك وانت مش مصنف اصلا، تاخد البطولة. ويبدأ من هنا اسطورة المعلم حسن شحاتة مع منتخب مصر، 3 بطولات متتالية. كان حسن شحاتة قبلها ما كانش اسم كبير على مستوى التدريب، كل اللي عمله الانجازات اللي عملها كسب مع المقاولون العرب
بطولة كاس وبطولة سوبر على حساب اهلي وزمالك. حصل بعده انبي وحرس ممكن يعملوا نفس النظام، فمش الانجاز يعني الواو اللي هو ممكن نقول عليه لا ده هياخد 3 بطولات افريقيا بعد الانجاز ده. لا طبعا ما كنتش اتوقع حاجه شكل كده. دي نقطه بالايجاب، يعني ده لسه ما كانش تقيل كسي في، ورغم كده خد 3 بطولات متتاليه. طب بعد ما حسن شحاته بقى اسم كبير جدا، وبقى منتخب مصر 9 عالم و10 عالم كتصنيف، ووصلنا لمكانه كبيره جدا. وفي كلام لو تسمعوا في الكواليس 2009، في حاجات كده ما بين الاشواط زي ماتش البرازيل، حسن شحاته ما بين الشوطين ما كلمش كوره، ما اتكلمش فنيا، ما قالش لابو تريكه اصل 2 وبصها لزيدان وجيبها زيدان جول، او ما قالش لابو تريكه اتحرك في كذا، لا حط تشكيله. قال لهم يا جماعه ده كلام اللعيبه، قال لهم انا مش جاي اخسر 6، مش جاي اخسر 7، اللي خايف يطلع، اللي خايف يطلع. ما اتكلمش اكتر من كده، ما اتكلمش فني. الشوط التاني الوضع اتغير تماما، اللعيبه طلعت نار من بقها زي ما قلت، اللعيبه كانت في روح وكان في امكانيات عاليه جدا، ولا اللعيبه نفذتها. في اوقات كتير انت بتحتاج النقطه دي اكتر ما بتحتاج لحد يكلمك فني، فده موجوده مع حسام حسن. تعالى بقى النقطه زي ما قلت لك، النقطه اللي بالعكس تماما، بعد ما حسن شحاته بقى عنده السيفي القوي ده و3 بطولات افريقيا على التوالي، عمل ايه في بطوله افريقيا اللي بعدها؟ ما وصلش اصلا البطوله و... واقلوه، قالوا الكابتن حسن شحاته الوقت ده، رغم تقل الكابتن حسن شحاته والرصيد القوي اللي هو موجود مع الجماهير المصريه عموما. جه بقى تعالى برضه نفس الكلام بالنقيض، مارادونا مدرب برضه مش تقيل، اسم كبير زي حسام حسن ممكن دلوقتي برضه. 2010 مع الارجنتين انت محتاج تاخد البطوله الثالثه على مستوى كاس العالم، مع لاعب برضه جوهره طالع بيسمى مارادونا الجديد، واخد بالون دور الموسم اللي قبله او السنه اللي قبلها، ليونيل ميسي. تطلع من الماكينات الالمانيه برباعيه نظيفه، ده فشل اهو. فهل ده يعني ان حسام حسن لازم يفشل او لازم ينجح؟ مش لازم. حسام حسن ممكن يكون حسن شحاته 2005، ممكن يكون ممكن يكون مارادونا 2010، لكن في نفس الوقت انت بتشوف انت محتاج ايه دلوقتي. هل انت محتاج ال انك تاخد الريسك وتاخد لا مدرب معاه الامكانيات اللي انت محتاجها دلوقتي؟ ايوه حسام حسن من المدربين اللي هيطور لك كتير. مصطفى محمد هيطلع من وجهة نظر دي كلها يعني ايه اخذ باسباب. مصطفى محمد هيطلع نار من بقه مع حسام حسن، مصطفى محمد هيعلى جدا مع حسام حسن. حسام حسن مش هنشوف الظلم، يعني نكاد نجزم ان حسام حسن مش هتلاقي لاعب هيتاخد وهو ما يكونش مستحق ان هو يلعب منتخب مصر. مش هتلاقي اللي هو الايه حد يتدخل من اتحاد الكوره لازم تختار ده لازم ما تختارش ده. ممكن حسام حسن في وقت من الاوقات تلاقيه بيجيب واحد من درجه تانية يلعب مع منتخب مصر لو يستحق. دي النقط اللي احنا محتاجينها حاليا. نتمنى ان شاء الله ان حسام حسن يكون على قد الثقه دي، ونوصل مع حسام حسن لبطوله افريقيا من تاني 2025 الجايه، ومنتخب مصر يوصل كاس عالم 2026، ونوصل لبعيد ان شاء الله الفتره الجايه، وباذن الله نعيد امجاد حسن شحاته مع اسم من الاسماء الكبيره جدا على مستوى مصر. حسام حسن بالذات ان هو انت عندك النجم بتاع المنتخب حاليا، فهو بيجري ان هو يكسر رقم مدربه حسام حسن، فدي حاجه تقيله برضه. ان شاء الله نشوف الكلام ده مع حسام حسن، الوضع يختلف تماما، وتبدا بالبطوله ده في شهر 3 اللي حاسسها كده هتكون كيد من اتحاد الكوره، انه يحاول يكسر مدرب، خصوصا انك في من ال3 فرق دي، فريق منتخب زي كرواتيا، منتخب زي تونس، منتخب زي نيوزيلندا تقال. بس ان شاء الله تيجي بالعكس، وحسام حسن تكون بدايه موفقه، ونكسب ان شاء الله البطوله دي، او على الاقل خالص يكون في نور بان في اخر النفق، ونعمل انجازات كويسه الفتره الجايه ان شاء الله. سلام.